السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناة أبو إشي. يمكن الفيديو ده أنا مش هطول معاكم فيه وأنا لسه بكمل مرحلة العلاج، ويمكن الزغطة ديت من ضمن العلاج، لأن الدواء اللي باخده فيه كورتيزون وجسمي مش قابل كورتيزون، فبيعمل لي الزغطة ديت وبتضيع بعد فترة. المهم أنا حابب أبدأ الفيديو بتاعي وأقول لحسام داوود ألف ألف مبروك إنك أنت تشوف ساجد وتشوف أبو ساجد. أي نعم في الأراضي السعودية، لكن شيء فرحني جدا جدا. وأنا يمكن لسه شايف الفيديو قبل ما أنزل أسجل. كنت أتمنى أكون من أول الناس اللي بيتبارك لك بحاجة زي كده، لكن الظروف المرضي بتاعي خلتني ان انا اتأخر شوية. طبعا مش معنى ان انا مختلف معاك او انت مختلف معايا في رأي او في جزئية معينة، معنى ذلك ان انا ما اكونش من الناس المباركين بفرحتنا برؤيتك لساجد وام ساجد. يمكن النقطة التانية خاصة بمدام سفرة الهوانم، وبقول لها شكرا، وانا عارف ان كلمة شكرا مش هتكفيها حقها في الحاجة العظيمة اللي عملتها من غير ما اعرفها، وهي انها تنزل بوست على المنتدى بتاعها بمجرد انها عرفت ان انا مريض. ودي كانت لفتة طيبة منها، ودخلت الناس هتشكر ليهم برضو واقول لهم شكرا شكرا على كل واحد علق على البوست عندها، وعلى كل واحد اطمن عليا من خلال فيديوهاتي اللي موجودة على قناتي، واقول لهم شكرا شكرا جميعا. واعذر الناس اللي ما قريتش البوست، والجميع عندي أكن ليهم كل الشكر والتقدير والاحترام. أما النقطة الثالثة والمهمة فدي هتعرفوها بعد الفاصل. طبعا كلنا مرينا بظروف من ساعة حادث إوسنا أو الاعتداء الغاشم على طاقم التمريض وطاقم الأطباء اللي موجود في إوسنا. المهم أنا لقيت محمد ناصر واخد الفيديو اللي انتشر في السوشيال ميديا وعامل عليه فيديو حوالي 10 دقايق أو جزء مقتطع من حلقة، وبيتكلم عليه كما لو كان الشيء دوت بيحصل بس في مصر. عايز أقول لك يا محمد يا ناصر، انت اكيد سمعت عن اطباء كتير اتعرضوا لاعتداءات في بعض الدول وما تكلمتش عنها لانك مش هتقدر تتكلم عنها. عايز اقول لك يا محمد يا ناصر ان الاعتداءات الفردية الشخصية اللي حصلت في بعض الدول نتيجة اعتداء ابن البلد على وافد، سواء كان طبيب او ممرض. لان انت عارف يا محمد يا ناصر ان الدول بالكامل هتلاقي فيها مصريين وهتلاقي فيها جنسيات تانية تفوق اعداد السكان الاصليين بتاعة البلد، بيخدموا في جميع القطاعات وبالاخص وبكمية وفيرة جدا القطاع الصحي. عايز اقول لك يا محمد يا ناصر ان الاعتداء اللي حصل دوت من مصري على مصري في أرض مصرية، عشان كده طلعت اتكلمت، عشان كده الحنجرة بتاعتك صالت وجالت. الموضوع جه على الحاجة اللي انت موجه ليها ان انت تتكلم فيها. عايز اقول لك يا محمد يا نصر او يا محمد يا ناصر، والله ما عايز احفظ اسمك يا اخي، امكانياتك هي اللي بتلعب دور كبير جدا في تحسين الخدمة في أي دولة إن كانت، حتى في الدولة اللي أنت قاعد فيها.
طبعا يا محمد يا نصر، انت ما بتشوفش الهجوم الاسرائيلي على مستشفيات، او ما بتشوفش كم المصابين والشهداء اللي بيدخلوا مستشفيات في فلسطين المحتلة، وعدم الامكانيات اللي موجودة في المستشفى، وبيتعالجوا بأقل اللي موجود، وممكن ما يتعالجوش كمان. وممكن ان الشاب الفلسطيني او المرأة الفلسطينية اللي داخلة في المستشفى عشان العلاج ما تلاقيش العلاج، وللأسف الشديد بتستشهد وهي في المستشفى. طبعا انت ما اتكلمتش لحاجة زي كده. محمد نصر ما اتكلمش على المثليين او جماعة الميم اللي عايزين ان هم ينشروها في قطر اثناء دورة كاس العالم. محمد نصر ما سلطش الضوء على كل دوت، رغم ان هو على مرأى ومسمع من العالم كله، وكل واحد مديها الطرشة. محمد نصر لما سلط الضوء على الفيديو بتاع مستشفى وسنا، رحت مستشفى حكومي، قطعت تذكرة عادية بدون فلوس، دكاترة. الدكتور التاني هو اللي حدد نوع العلاج اللي هاخده بالظبط. دخلت، قام معايا باللازم في الحاجة اللي مستطاعة في متناول ايديه، كمستشفى حكومي كل يوم بيضخ عليها آلاف المرضى. معاك ان في بعض التقصير في المستشفيات الحكومية، لأن المستشفيات الحكومية بتغذي نفسها بنفسها وعن طريق تبرعات بعض رجال الأعمال. وهنرجع للنقطة ديت، ازاي بيتبرعوا بره في الدول العربية للمستشفيات، وعشان مين؟ الحاجة اللي هم قادرين يصرفوا على المواطن فيها بيصرفوها بدون مقابل، والحاجة اللي مش موجودة أو اللي كانت مفروض تبقى موجودة ومش موجودة، في بعض إجراءات بتتعمل بفلوس. ولكن للأمانة أنا سمعت امبارح الممرضة وهي بتقول لحاجة ممكن إنها تتعمل بفلوس، خليه تمنها لك وتروحي مكتب العلاقات العامة وهم هيتصرفوا. معنى ذلك في مساعدات لبعض الناس، وأتمنى لما أقول لبعض الناس يبقى نوفر للناس اللي محتاجة إن هي تتعالج أو يوصل علاجها ليها بأقل التكاليف إن لم يكن ببلاش. لأن في ناس قادرة وبتروح المستشفيات الحكومية وبتحمل عبء كبير على المستشفيات الحكومية، في حين إن هو خد مكان أولى بيه واحد محتاج ما عندوش يصرف في المستشفيات الخاصة. يعني بالعربي كده، أنا امبارح لمروحي للمستشفى الحكومية عشان أشوف إيه اللي حصل بالظبط أو هيتعاملوا معايا إزاي، أنا وفرت حوالي 150 جنيه. بالفعل وفرت حوالي 150 جنيه بس كشف طبيب، 150 جنيه في مستشفى خاصة. محمد يا نصر، في الدول اللي انت قاعد فيها او في بعض الدول العربية ان لم يكن كلها، تبرعات رجال الاعمال في صندوق اسمه لجنة اعانة المرضى، لجنة اعانة المرضى وليس المستشفى. اللي معهوش يتعالج سواء كان وافد او ابن البلد بيروح للجنة اعانة المرضى، بيشيلوا له المبلغ دوت نهائي ايا كانت العملية وايا كان نوع الدواء. هم بيوفروا له الدواء المطلوب عشان يصرفوا وبيتابعوه كمان. دي في الدول اللي هي مرتاحة، اللي عدد نسماتها ما تتعداش تلت او ربع
عدد سكان مصر يا سيدي الفاضل. الحالة الفردية اللي في مصر هي مصري مع مصري، مصري مع مصري. دي الحالة الفردية يا سيدي الفاضل، وبيتقال عليها حالة فردية. أنا مش مع تصرف الرجل العسكري اللي مفروض زي ما انت قلت ان هو يتحلى بضبط النفس اكتر من كده. كان عليك ان تنتظر حتى تحكم او يحكم في القضية ديت، لان القضية ديت لو شبهناها بقضايا تانية زي قضية الطيار المدني، وافتكر كلنا عارفينه، اللي حب محمد رمضان يتفزلك عليه وخد سيلفي في كابينة بتاعت الطيارة، اتعرض للرفض من شغله نظير الصورة ديت فقط لا غير، وكان على وشك ان هو يخرج معاه، ومحى تاريخه العملي في وظيفة الطيران المدني، رغم ان هو كان من امهر الطيارين الموجودين في هيئة الطيران المدني. يعني اذن الصح صح والغلط غلط. انت استعجلت وحاولت انك انت تثير الشكوك حول نزاهة المجلس العسكري وقراراته في الشخصية اللي اعتدت على طاقم التمريض والأطباء. النقطة الثانية بالنسبة لمحمد أبو تريكة، لو حبينا نقارن بين اتنين محمدات، محمد أبو تريكة ومحمد ناصر، هنلاقي فرق كبير جدا جدا جدا. محمد أبو تريكة كان على خلق وهو لاعب، مشجعين الكرة العربية والغربية يحتفون دائما باسم أبو تريكة في محافلهم الدولية. حتى أبو تريكة لما بينتقد من الحكومة المصرية، رد أبو تريكة لا غبار عليه، لا يعيبه ولا يدينه تحت أي مساءلة قانونية، بل تهتف الجماهير المصرية والعربية قبل المصرية باسم وشخصية وحياة أبو تريكة. فلا يوجد شخصية في المحافل الكروية إلا وتعشق أبو تريكة في أدبه وأخلاقه وحسن حواره مع الآخرين ومواقفه الدائمة والاعتراضات البناءة على المواضيع السلبية اللي حضرتك ما بتقدرش انك انت تتطرق ليها في البلد اللي انت قاعد فيها، لانك عارف ايه اللي هيجرى. لو كان عندك الجرأة انك انت تهاجم الوزيرة الألمانية لما حاولت انها تنشر جماعة الميم في قطر، كنت قلت وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن لا تمتلك إلا أن تشوه الصورة المصرية، وبالأخص بعد فشل 11/11. بعد فشل 11/11 واحد من الناس أنا قعدت عايز أشوف الدنيا هتحصل فيها إيه يوم 11/11، لكنها ظاهرة فلكية ستحدث ومنتظرها، ومش أنا بس، كل العرب كل الناس منتظرية 11/11، ولكن فشلت. ما سألتش نفسك فشلت ليه؟ زيها زي ما فشلت ثورة 25 يناير، حطيتوا البذرة وسبت البلد وهربت. انت كنت موجود بس قدرت انك انت تخلع، عشان كده بتتكلم بحرية. كان نفسي انك انت تتكلم في ارضك وتتحمل نتيجة كلامك،
نقدنا بيوصل بطريقة أو بأخرى، ولكن ما بنتعاقبش عليه، لأن ما بنطلعش نشتم في حد ولا نسب في حد ولا نتهم حد بالتعريض زي ما أنت بتقول. عمرو أديب أنا أختلف معاه على المستوى الشخصي في بعض مواضيع وأتفق معاه في مواضيع، وكل واحد ليه حرية رأي وليه حرية التفكير وحرية إن هو يقبل أو يرفض. ممكن أسمعه وممكن ما أسمعهوش، نفسه زي نفس أي مذيع تاني، ممكن ما أسمعهوش خالص وممكن أتفق معاهم في بعض المواضيع، لأن ساعات بيسأل أسئلة محرجة للمسؤول اللي بيسأله. عرفتوا الفرق بين محمد أبو تريكة ومحمد ناصر؟ أفتكر فرق شاسع جدا جدا جدا. يمكن لما تحب تعمل مقارنة بين شخصيتين أو بين دولتين، حاول إنك أنت تكون عادل في اختيار المقاييس اللي أنت هتبني عليها الاختلافات بتاعتك، من حيث عدد السكان ومن حيث الاقتصاد ومن حيث البنية التحتية، من كل حاجة. هل يا ترى أنت بتستخدم عمالة خارجية عشان تيجي تخدمك في البلد ولا بتستخدم أبناء بلدك؟ طبعا اختلاف كبير كل وجزئي في انك انت تستخدم العمالة والهيئة اللي انت شغال فيها من أبناء بلدك، خلاف لما تقارنها بأي دولة تانية عربية موجود فيها عمالة خارجية، ولكن الهيئة ممكن تكون فيها بعض العناصر من أبناء البلد وباقي العناصر تأكد 100% إن هي من دول خارجية. عشان كده النظام بيبقى فيها أقوى، والحاجة اللي أنت بتحتاجها بتلاقيها، لأنها من حقك إنك أنت تلاقيها، لأن عندك وفر وكفاية جامدة جدا. ومع ذلك في اعتراضات شديدة على بعض الخدمات اللي موجودة في الدول اللي متاحة، ما بالك احنا كمصريين وممكن تكون الحاجة مش متاحة أو موجودة بس مش بكمية كافية وبيستخدمها عدد أكبر من المواد اللي هم بيستخدموها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.